الكلام ده. صلوا على النبي. احنا الحصه اللي فاتت الحمد لله بامر الله يعني كده كان كرم ربنا علينا كبير، خلصنا الوحده الاولى ورجعناها. النهارده المفروض ان احنا اخدنا الدرس الثاني ولا ما اخدناهوش في الوحده الثانيه اللي هو مصادر التيار. حلو قوي حلو قوي حلو قوي، عشان النهارده انا عندي المفروض مصادر التيار الكهربي. صلى على النبي. المقاومه اللي انا ما خدتهاش، انا فاكر والله عارف ما خدناش المقاومه في الدرس الاولاني، انا عارف. انا عارف انكم ما خدتوش مقاومه. صلوا على النبي. ده الحصه اللي قبلها، والله اللي قبلها جهاز الاميتر، وبعدين خدنا الفولتميتر اللي قبلها. نام يا فيروز، اول ما نصحى اول ما نوصل اصحيك. طيب صلوا على النبي. ركز معايا في درس النهارده بقى، ده الدرس الثاني في الوحده الثانيه اللي هو اسمه ايه؟ ها، التيار الكهربي والاعمده الكهربيه. اسمه ايه؟ التيار الكهربي والاعمده الايه؟ الكهربيه. التيار الكهربي والاعمده الكهربيه. ما تصلي على يشفع فيك. ركز معايا، الدرس ده حلو قوي، درس سهل مش صعب، ولكن محتاج شويه تركيز. محتاج شويه ايه؟ تركيز. طيب صلي على النبي كده. بصوا طيب، آه التيار الكهربي والاعمده الكهربيه. صلي على النبي. حضرتك في بدايه الموضوع خالص كنت اخدت معايا في الدرس اللي فات اللي هو اسمه خصائص الفيزياء للتيار الكهربي. كنا اخدنا ان التيار الكهربي بتاعي، التيار الكهربي بتاعي اهو، بيمشي فيه جوه هنا مين؟ ها، الكترونات، صح ولا ايه؟ حتى بالاماره قلنا ان هي اسمها الكترونات ايه؟ حره، صح ولا ايه؟ برافو عليك، قلنا ان هي اسمها الكترونات حره. جميل قوي. الالكترونات الحره دي يا دكتور قلنا انها بتعمل لي حاجه اسمها تيار كهربي. هنا السؤال المهم، انت قلت لي انها بتعمل حاجه اسمها تيار ايه؟ كهربي. هو التيار الكهربي ده بيجي منين؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني الكهرباء اللي قايده القاعه دي كلها جت منين؟ ايه يعني ايه جت منين؟ ايوه، مش اتفقنا ان في الكترونات بتمشي في السلك هي اللي بتعمل تيار؟ صح؟ جه منين بقى؟ عشان كده ببتدي ادخل معاك في قصه تانية اسمها ايه؟ مصادر التيار الكهربي. اسمها ايه؟ مصادر التيار الكهربي. ما تصلي على النبي. مصادر الايه يا اولاد؟ ها، التيار الكهربي. يعني ايه مصادر التيار الكهربي؟ يعني التيار الكهربي بتاعي بيجي منين؟ قال لك خد عندك، اي تيار كهربي في الدنيا بيجي من مصدرين. كم مصدر؟ لا اسمع، كم مصدر؟ يا رب اللي ما يركز يسقط. كم مصدر؟ كم مصدر؟ ايه هما؟ ركز كده. قال لك اولا اما حاجه اسمها خلايا كهروكيميائيه. خلايا ايه؟ كهروكيميائيه. خلايا ايه؟ كهروكيميائيه. ده اول مصدر. طب المصدر الثاني قال لك اسمه مولدات كهربيه. مولدات ايه؟ مولدات ايه؟ يبقى بالراحه، اي مصدر تيار كهربي في الدنيا كم مصدر؟ اتنين، اما خلايا كهروكيميائيه اما مولدات كهربيه. اما خلايا كهروكيميائيه اما مولدات كهربيه. مع بعض يلا. يبقى خلايا كهروكيميائيه او مولدات كهربائيه. يبقى التيار بتاعي بيجي من كم مصدر؟ ها، اتنين، خلايا كهروكيميائيه مولدات كهربائيه. ما تصلي على النبي. تيجي نفهم الفرق بينهم ايه؟ يلا واحده واحده. قال لك الخلايا الكهروكيميائيه ديت ليه سموها كده؟ لان حضرتك بيكون عندك كيمياء. عندك ايه؟ كيمياء، والكيمياء دي حضرتك تقوم جاي محولها لايه؟ لكهرباء. ايه ده؟ هو معقول يكون عندي حاجه كيميائيه تديني كهرباء؟ اه طبعا. ايه ده؟ بنشوفها فين دي يا مستر؟ ولا الريموت اللي بنقلب بيه في التلفزيون، مش في حجاره؟ شيل الحجاره كده. لو ساعات بتلاقي الريموت بتاعك مش راضي يقلب كويس وبيعلق، فماما تلاقيها بتقول لك ايه؟ عضعضت ايه؟ عضعض الحجاره، صح ولا ايه؟ تقوم انت شبه المتخلف عامل ايه؟ معضعضها جامد، تبص تلاقي بقك في حاجه سوداء. ايه ده؟ اهي اللي انت جه في بقك ده ماده كيميائيه هي اللي كانت مديه الكهرباء للعمود الجاف اللي يخليه يقلب الريموت.
طب مستر انا ممكن اشوفها فين تاني؟ تشوفها في البطاريه. لو عندك موبايل قديم اللي هو النوكيا والحاجات القديمه دي، بتلاقي فيه بطاريه صغيره فيه كده. البطاريه دي لو قعدت تكسرها كده، تحاول تكسرها وتفكها، تبص تلاقي فيه ماده كيميائيه بودره طالعه منها. ايه ده؟ اهي دي ماده كيميائيه خلتك تديك كهرباء. وبناء عليه ممكن تقول لي مثال للخلايا الكهروكيميائيه، تقول لي مين؟ ها، العمود الجاف، ها، او البطاريه. العمود الايه؟ الجاف او البطاريه. الله، حلو قوي يا مستر الكلام ده. يعني لما يجي لي في الامتحان يقول لي من امثله ها الخلايا الكهروكيميائيه، تقول لي ايه؟ العمود الجاف والبطاريه. يبقى تديني كيمياء تديك كهرباء زي العمود الجاف وايه والبطاريه. قال لك خد بالك بقى ان هنا يا حبايب قلبي بيديك نوع تيار معين اسمه التيار المستمر. تاني بيديك ايه؟ التيار المستمر. ممكن تقول لي يا مستر رحيم ايه التيار المستمر ده؟ هقول لك بس اديني كده حبه 10 دقايق كده واقول لك ايه ده. يبقى بالراحة. أول حاجة من مصادر التيار الكهربي الخلايا الكهروكيميائية، بتحول لي كيمياء الكهرباء زي العمود الجاف والبطارية، وبتديني تيار مستمر. صعبة؟ طب تاني مصدر من المصادر يا دكاترة وهو اسمه المولدات الكهربائية، ودي بتديني حركة تديك كهرباء. حركة تديك ايه؟ يعني بيحصل حركة تديك كهرباء. طب بنشوفه فين الكلام ده يا اخواتي؟ قال لك بتشوفه حضرتك في حاجة اسمها المولد الكهربي. ساعات كده يبقى الشارع كله الكهرباء قطع فيه، وبص تلاقي فيه محل واحد هو اللي شغال. ازاي ده؟ هتقولي ده عنده مولد. ايه فكرة المولد؟ ماكينة صغيرة كده ليها حبل بنشده، صح؟ تديني كهرباء، بتبقى شغالة بالبنزين هي. يبقى الشدة دي اللي هي الايه؟ الحركة. ومن الحركة جبت ايه؟ كهرباء. يبقى زي مين؟ المولد الكهربي. المولد الايه؟ المولد الايه؟ اسمع، المولد الايه؟ وهنا يا ولاد يقول لك خلي بالك لاني باخد هنا التيار بتاعي اسمه تيار متردد. اسمه ايه؟ تيار متردد. يبقى المولد الكهربي وبيديك تيار اسمه تيار متردد. تيار اسمه ايه؟ تيار متردد. يبقى بالصلاة على النبي، المولدات الكهربائية بتحول لي حركة لكهرباء زي المولد الكهربي، وبناء عليه بيديني حاجة اسمها ايه؟ تيار متردد. تيار ايه؟ وهنا السؤال المهم اللي زمايلنا سألوه لنفسهم، يعني ايه تيار مستمر؟ ويعني ايه تيار متردد؟ صح؟ اللي انا قلته هنا اهو، واللي انا قلته هنا اهو. يعني ايه فكرة التيار المستمر؟ ويعني ايه فكرة التيار المتردد؟ ده معناه ايه وده معناه ايه؟ قلت لك بص بقى، اخوك رحيم انت عارفه بيحب يبسط لك الايه؟ المعلومه. خلينا نشوف مع بعض الفرق بين التيار المستمر والتيار المتردد. صلى الله يشفع فيك. انا عارف انت اخوك ما بيحبش يسيب لك الحاجه ايه كده، بحب ابسطها لك على قد ما اقدر. عشان كده التيار المستمر والتيار المتردد عشان نفهمهم قوي حبيت اسميهم لك اسمين بس بيننا وبين بعض. يعني زي دلعتهم لك دلع بس بيني وبينك محدش يعرفهم، ده بس عشان انت تسهل على نفسك الامر. تمام كده؟ التيار المستمر هنسميه مع بعض باسم حاجه حاشا لا تكونوا انتوا، عشان عارف ان هو عمره ما هتكونوا انتوا يعني. هنسميه باسم السالك. حاجه ما تعرفوهاش انا عارف والله. تمام كده؟ هنسميه باسم سالك. والمتردد هنسميه باسم، ركز ركز، اللي هو كاني بوصفك يعني، المحوراتي. حلو الكلام؟ يبقى دلوقتي سمينا ايه؟ المستمر السالك والمتردد المحوراتي. حلو الكلام؟ انت بنفسك كمان شويه هتبتدي تعرف انا ليه سميت المستمر سالك وليه سميت المتردد محوراتي. ما تيجي نعرف خصائص كل واحد فيهم وانت بنفسك تعرف. يلا بينا. اولا التيار المستمر ده لازم تكون عارف ان اول حاجة هو تيار يسري في اتجاه واحد. يسري في اتجاه ايه؟
يعني ايه؟ يعني بمجرد ما يطلع من مصدر التيار اللي هو الكهرباء بتاعته عادي، بيمشي في اتجاه واحد يا ولاد، مش بوشين من الاخر، هو اتجاه واحد بياخده. صعبه دي؟ يبقى اول حاجه تميز التيار المستمر انه ماله؟ يسري في اتجاه. حلو. ثانيا لازم تكون عارف ان التيار ده بيكون ثابت الشده. ثابت الايه يا مستر؟ يعني شدته مالها ثابته، مش بتتغير كتير. يعني لو قلت لك والله ده شدته 30 امبير، هو 30 امبير ما بتتغيرش. 20 امبير هي 20 امبير ما بتتغيرش. صعبه كده؟ جميل. ثالثا نيجي نقول للتيار المستمر، بقول لك ايه يا عم الحاج، هو احنا ممكن ننقلك مسافات طويله؟ يعني تروح معانا مثلا شارع، تتنقل معانا مثلا من بيت لبيت، يقول لك لا 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 لا، انا يا باشا عايز تستخدمني، انا بروح معاك مسافات ايه؟ قصيره فقط. مسافات ايه؟ قصيره فقط. يعني عايز تنقلني وتستخدمني، تعرف ان انا هتنقل معاك ايه؟ مسافه قصيره. يعني مثلا وليكن ايه؟ من اوضه لاوضه، من الجهاز لحد المصدر مسافه متر، مترين، اكتر من كده ما تطلبش. طب بقول لك يا طيار يا مستمر، احنا ممكن لو زهقنا منك كمستمر نخليك متردد؟ يقول لك نعم، ده انا على جثتي، قسما بالله على جثتي لا يمكن تحويله الى تيار متردد. عمره ما يروح للمتردد ابدا، ولا بيحبه ولا بيطيقه. عايزني ابقى متردد؟ ده انت كده بتخسرني بالقوي. يبقى ايه؟ لا يمكن تحويله الى تيار متردد. صعبه دي؟ صعبه. يبقى من اهم الحاجات بتميز مين التيار المستمر، انه بيسري في اتجاه واحد، ثابت الشده، مسافات قصيره فقط، لا يمكن تحويله الى تيار متردد. عشان كده بنستخدمه في بعض الاجهزه الكهربائيه الصغيره، مش دايما بنستخدمه في حاجات كتيره التيار المستمر ده، لان زي ما انت شفت كده تحسه ايه؟ معقد، شخصيه معقده، صح؟ بس في نفس الوقت تشفع له انه ايه؟ سالك، مش بوشين. عكس مين؟ متردد. تعال بص، ناخد كل خاصيه نقيسها على المتردد. يا عم المتردد، ايه رايك في المستمر بيسري في اتجاه واحد؟ يقول لك يا عم ده مخه تعبان. اتجاه واحد ايه يابا؟ انا بمشي في اتجاهين متضادين عادي خالص. امشي فين؟ في اتجاهين متضادين، زي ما حضرتك حبيبني انا سداد. طب بقول لك ايه يا عم المتردد، انت تعرف ان المستمر ثابت الشده؟ ده عبيط. انا يا باشا متغير معاك في اي حاجه. عايزني شدتي تبقى صفر؟ ما عنديش ادنى مشكله. عايزني شدتي تبقى 20؟ ما يضرش. عايزني ابقى 30؟ والله لو انا متين واستحمل ما عنديش مشكله. فاهم حاجه؟ متغير شده. ثالثا ده بيمشي مسافات قصيره يا متردد. يا متردد، المستمر بيمشي مسافات قصيره. المتردد يقول لك يا عم ده عبيط، عايزني مسافات قصيره ما يضرش، عايزني طويله معاك، بخرب بيتك. ده انت ايه؟ مفيش شخصيه بربع جنيه. مسافات ايه؟ قصيره وطويله. طب يا متردد، انت تعرف ان المستمر لما قلنا له انت ممكن تبقى متردد قال لي لا؟ سيبك منه، انا ممكن ابقى مستمر بس في الدنيا بيني وبينك. قال لا، يعني انت ممكن يا متردد تبقى مستمر؟ يا باشا بقول لك انا خدام الجنيه، اطلب وانا معاك، اتمنى وانا في ظهرك. عايزني ابقى مستمر؟ عادي، يمكن تحويله الى تيار مستمر. يا ابن الذين يا عديم الشخصيه، اي حاجه دايس فيها. عشان كده اسال سؤال واخويا الفهمان اللي يرد. تفتكر اللي ممكن يفيدنا اكتر المستمر ولا المتردد؟ ها، اللي قال مستمر طبعا حمار كبير من غير ما افكر. ليه؟ لان زي ما قلت لك المستمر معقد اهو، ليه حبه شروط، ولكن المتردد مديني اختيارات كتيره جدا. يعني نفترض لو انا جبت جهاز هيشتغل بتيار مستمر، يعني تيار ثابت الشده، شدته ثابته، معنى كده ان لا قدر الله لو الكهرباء قطعت التيار الجهاز ماله؟ باظ. ما هو كان شغال بتيار ايه؟ ثابت، صح ولا ايه؟ وليكن 20 امبير، مره واحده الكهرباء قطعت، بقى التيار كام؟ صفر. فالجهاز باظ لانه تيار ماله؟
مستمر. اما بقى لو هو شغال بتيار ايه؟ متردد، لو الكهرباء قطعت عادي، لما تيجي الكهرباء تاني الجهاز يشتغل عادي. قيس كده بقى، التلفزيون بيبقى شغال مره واحده الكهرباء تقطع، ايه اللي بيحصل للتلفزيون؟ ايه اللي بيحصل؟ بيطفي صح؟ الكهرباء تيجي عادي خالص ولا اي اندهاش. اللمبه طفت اول ما الكهرباء قطعت، اول ما الكهرباء تيجي تقيد عادي خالص، صح ولا ايه؟ السخان اطفي اول ما الكهرباء تيجي. يبقى بيستخدموا تيار مستمر متردد. ليه يا مستر؟ لان زي ما قلت لك التيار المتردد ماله؟ مديني مساحه. طب اقول لك على حته مفاجاه انت هتتفاجئ بيها، مع ان ماما ما بتعرفش الفرق بين التيار المستمر ولا التيار المتردد، بس احنا حاجه متربيين عليها من واحنا صغيرين وعندنا اعتقاد فيها. اول ما الكهرباء تقطع اجري روح اعمل ايه؟ الله يبارك لكم، اجري يلا روح شيل فيش الثلاجه بسرعه. ايه ده؟ اشمعنى فيش الثلاجه؟ طب ما التلفزيون مش هيبوظ؟ لان الثلاجه هو الجهاز الاكثر حساسيه، لانه بيعتمد في تشغيله على التيار المستمر، عشان كده بتفضل الشده مالها ثابته، عشان كده تلاقي اذا خليني معاكي برضه. اذا خلاص، اذا يا حبايب قلبي كده اكتشفت ان التيار المتردد عكس كل حاجه في التيار المستمر، عشان كده ها جميع الاجهزه الكهربائيه بتشتغل بالتيار المتردد. 99% و9 من 10 من الاجهزه الكهربائيه شغاله بايه؟ متردد. لان زي ما قلت لك هو يفيدني عن المستمر، صح ولا ايه؟ المتردد ما يزعلنيش، ما هو مش معقول اروح اجيب جهاز بمجرد ما الكهرباء تقطع الجهاز يبوظ، زي يعني، صح ولا ايه؟ لا انا هجيب جهاز كهرباء تقطع ما تقطعش ماله؟ يعيش معايا، صح؟ عشان كده تبص على التلفزيون اوه بال20 سنه، صح ولا ايه؟ بص على الثلاجه هتلاقي الثلاجه اللي ماما دخلت بيها من 40 سنه، والله ما بهزرش. بص على السخان بال15 20 سنه ما يقولكش لا. ليه يا مستر؟ عشان تيار متردد ماله؟ متغير الشده، وفي نفس الوقت ركز ركز ركز، لو حب ينقل نفسه لتيار مستمر بيعملها، صح؟ بيعملها. عامله بالظبط زي فكره الموبايل الاندرويد والموبايل الايفون. الايفون ينفع يبقى اندرويد؟ مستحيل. بس الاندرويد عادي، ممكن اقوم جاي اعمل له سيم ايفون بقى ايفون، احط له رنه الايفون بقى ايفون في نفسه، صح ولا ايه؟ لكن هل ينفع اروح للايفون اقول له والنبي حط لي نجمه سامسونج؟ ايه العبط ده؟ ينفع والنبي اقول له اصل في ابلكيشن بينزل على اندرويد ينفع انزله عندك؟ لان زي ما قلت لك هو ماله؟ سالك، ملوش في اللوع بتاع الاندرويد. اندرويد لا، في تحويلات بالهبل. هي دي الفكره، حطها في بالك. مستمر يبقى ايفون، متردد يبقى الاندرويد. صعب كده؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. صعبه. عشان كده في التيار المتردد بنستخدمه فين يا اولاد؟ قال لك في جميع الاجهزه الكهربائيه. وبناء عليه يا اولاد ده الجزء الاولاني اللي بيخص مين؟ التيار الكهربي. يلا بينا ندخل في الجزء الثاني اللي بيخص مين؟ الأعمدة الكهربائية. وهنا يا حبايب قلبي فكرة العمود الكهربي، فكرة العمود الكهربي عايز أتكلم عنها. بمعنى بص كده يا دكتور، أنا معايا حد هنا دكاترة صح؟ يعني هنا تمام؟ طب زي الفل، ركزوا بقى. فكرة العمود الكهربي إيه يا ولاد؟ لو قلت لحضرتك أنت عندك عمود كهربي بالمنظر ده، حلو؟ وعندك عمود كمان بالمنظر ده، وعندك عمود كمان بالمنظر ده، كده انت عندك كام عمود كهربي؟ 3. لو قلت لك قوة ده 2 فولت، وقوة ده 2 فولت، وقوة ده 2 فولت، أسأل حضرتك سؤال، لو حاولت أجمع ال3 عواميد دول مع بعض أكبر قوة ممكن يوصلوا لها كام فولت؟ كام؟ وربنا الناس بتفهم. لما اجمع ال3 مع بعض اكبر قوه يوصلوا لها 6، يبقوا ايد واحده. طب اقل قوه ليهم كام؟ الله يبارك لكم 2، اللي هي على الاقل ايه؟ قوه عمود واحد فيهم. ينفع اقول لك صفر؟ ينفع اقول اقل قوه صفر؟ لا، اقل قوه على اقلها قوه عمود واحد.
اللي احنا قلناه واحنا مش واخدين بالنا منه اهي دي طرق توصيل الاعمده. يعني الثلاث عواميد دول عشان نوصلهم ببعض قدامنا كام طريقه؟ اتنين. الطريقه الاولى بنسميها توالي. بنسميها ايه يا اولاد؟ اسمع، بنسميها ايه؟ امتى بنوصلها توالي؟ لما نكون عايزين نحصل على اكبر قوه دفعه كهربيه. امتى يا اولاد؟ لما نكون عايزين ايه؟ توالي يا اولاد بنحصل على ايه؟ اكبر قوه دفعه كهربائيه، اللي احنا قلناها في الاول اللي هي كام؟ 6 فولت. 2 و2 و2، صح كده؟ جميل قوي. طب فكره التوصيل التوالي ازاي بقى؟ صلي على النبي. بتاخد العمود الاولاني، يلا يلا اوريك بتوصل ازاي. بص، بتاخد العمود الاولاني اهوت يا اولاد وتعمل كده. حلو الكلام؟ جميل. عايز اوصل التاني، العمود التاني معاه، اوصله ازاي؟ اتفقنا ان هو يبقى ايه؟ توالي. يعني ايه كلمه توالي؟ يعني واحد تلو الاخر. يعني ايه تلو؟ يعني بعده. برافو عليكم. زي كده البنات دي قاعده ايه؟ توالي، يعني واحده تلو الاخرى، صح كده؟ فنرسمه ازاي؟ التاني ده بص بص بص، تيجي زي الشاطر كده، واخد هنا كده المنظر ده اهو. حلو. والطرف السالب ده اهو توصله بموجب مين؟ التاني. المنظر ده كده صعبه؟ وتحط السالب بتاع مين؟ التاني اهو. فيها مشكله دي؟ طب عايز اوصل مين؟ التالت. تاخد كده وتعمل ايه؟ توصله بموجب التالت وتديله السالب بتاعه. كده انا وصلتهم بطريقه اسمها ايه يا اولاد؟ توالي. كده وصلتهم بطريقه اسمها ايه؟ توالي. تاني بقى بالراحه خالص. عملنا ايه؟ بص كده بص كده اهو اهو. واخد ده اوصله اهو بموجب التاني اهو، واخد ده اوصله بموجب التالت. كده انا وصلتهم بطريقه اسمها توالي. كده ده قوته 2 وده قوته 2 وده قوته 2، تبقى قاف دال كاف بتساوي كام؟ 6 فولت. 6 ايه يا اولاد؟ 6 ايه يا بابا؟ صعبه طريقه التوالي دي؟ تافهه قوي، صح؟ طب لو زودنا عمود كمان يبقى 8 فولت، عمود كمان 10، عمود كمان. بس اهم حاجه نربطهم ببعض بالمنظر ده. في مشكله؟ طب فكره بقى التوازي ايه؟ قال لك بص بقى، التوازي اللي احنا قلناها الثانيه ان احنا عايزين نحصل على ايه؟ اقل قوه دفعه كهربائيه، اللي هي قوه العمود الايه؟ الواحد، اللي هي 2 فولت. ازاي اقدر اوصل 3 اعمده واتعامل معاهم على انهم ايه؟ عمود واحد؟ هي تحصل في حاله واحده، لو انا هوصلهم بطريقه الايه؟ التوازي. طب ممكن يلا بينا نفهم طريقه التوازي عامله ازاي؟ بص بقى، طريقه التوازي مختلفه تماما عن طريقه التوالي. تاني، طريقه الايه؟ التوازي مختلفه تماما عن طريقه مين؟ التوالي. ازاي؟ تعالى معايا كده، بص كده. في التوالي كنا ماشيينها ايه؟ خلطبيطه بالصلصه، موجب سالب موجب سالب موجب سالب، الدنيا شغاله على بعضها، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ طب ما تيجي نبص في التوازي. التوازي عامله شبه الجامعه. انا اسف، التوازي عامله شبه الاعداديه. دلوقتي احنا عاملين ايه؟ حاطين الشباب لوحده والبنات لوحده، صح كده؟ صح ولا ايه؟ هو ده فكره التوازي، الموجب لوحده والسالب لوحده. فلما نيجي نربط الموجب مع بعضه اللي هو ده وده وده، قال لك بص، تاخد نقطه الاساس هنا اهي تعملها كده. فيها مشكله؟ يعني زي تعمل دايره وتعمل عليها موجب، يعني ده كده الطرف الايه؟ الموجب، زي الشاطر. وبعدين تيجي زي الشاطر كده من اخر الفرع بتاعك ده، هما كام عمود؟ تطلع كام فرع؟ 3. والنبي نركز عشان الشغل ده لو فهمته اقسم بالله ده منط حوالي 4 درجات في الامتحان. اطلع من الفرع كام؟ 3 فروع تانيين. بص بص بص، فرع رقم 1، فرع رقم 2، فرع رقم 3. شفت انا عاملها ازاي؟ شفت اعملها ازاي؟ عملت هنا في الاول ايه؟ موجب، كده الطرف الموجب، واطلع كام فرع؟ كام فرع؟ اسمع كام فرع؟
كام فرع من اخر نقطه، واجي زي الشاطر احاول اسويهم ببعض. بص كده، بص كده، اهو بقوا قد بعض كده بالظبط. حلو. واقوم جاي عامل ايه؟ جاي هنا ومطلع حته صغيره كده اهو، وجاي هنا مطلع حته صغيره كده، وجاي هنا عامل حته صغيره كده. زعلتك في حاجه؟ اهي بص 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 للناس اهي برضه اهي. الطرف الاحمر اللي انا عامله ده دي قطعه بس صغيره، وابتدي ارسم الطرف الايه؟ الموجب. انزل عمود الموجب اهوت، عمود الموجب اهوت، عمود الموجب اهوت. صعبه كده؟ انا عملت ايه؟ وصلت الموجب لوحده. في مشكله؟ اعيد نفس الكلام الناحيه التانيه بس للسالب بقى. فهعمل ايه؟ اقوم جاي عامل الدوريه الصغيره ده اهي سالب، وشادد فرع كده، واطلع منه كام فرع؟ 3. ادي 1 واوصله قدام التاني كده اهو. ادي 2، ادي 3. في مشكله؟ فيها مشكله؟ ونفس الحركه الحته الصغيره اللي انا عملتها بالاحمر اهي اهي. بص كده اهي. صعبه؟ ونزل الطرف السالب بتاعك اهو، يكون اصغر من ده شويه. بس كده انا عملت ايه يا اولاد؟ خليت الموجب اهو لوحده والسالب لوحده. لما ده قوته 2 وده قوته 2 وده قوته 2 تبقى ق د ك بتساوي كام؟ 2 فولت. هلا ازاي 2؟ دول 3 عواميد. قلنا احنا موصلينهم ايه؟ توازي. يبقى كلهم بيتعاملوا على انهم عمود ايه؟ عمود ايه؟ عمود ايه؟ عمود ايه؟ والله منا انت وفيروز لما مروح، ومصحف ربنا لما بطلتوا كلام لما مروح. تمام؟ توازي. اديك مثال صغير حي قدام عينينا. البت دي قاعده في الصف الكام؟ كام ده؟ طب البت دي الصف الكام؟ الاول برضه. اه. طب البت دي قاعده الصف الكام؟ الاول برضه. طب اللي وراه؟ اللي وراه؟ اللي وراه؟ الله، يعني كلهم بيتعاملوا على انهم ايه؟ كلهم قاعدين في الصف الاول. صح ولا ايه؟ ده لو انا همشيها كده. صح ولا ايه؟ انما لو مشيتها كده، البت دي قاعده في الصف الكام؟ الاول. طب دي الصف الكام؟ الثاني. طب دي الصف الكام؟ الثالث. طب دي الصف الرابع. صح ولا ايه؟ لان كل واحده هتمسك صف. فهمنا؟ هي دي فكره الايه؟ التوازي، اللي بيوازوا بعض. لا اله الا الله، صلى على النبي. يلا يا اخواتي، يبقى انا كده فكره التوازي معايا اني بوصل الموجب لوحده والسالب لوحده، وفي الحاله دي بتعامل معاهم على انهم كام عمود؟ واحد فقط لا غير. كم عمود؟ واحد فقط لا غير. كم عمود؟ واحد فقط لا غير. صلى على النبي. طيب مستر، هنا بقى الشغل يبقى واضح. تعال نشوف كده ممكن مسألة تجيلي ازاي. ما انا خلاص فهمت التوالي، فهمت التوازي. يقوم جاي قايل لك بص الرسمة دي بقى. رقم 1 يقول لك انا عايز احسب ق د ك لهذه الدائرة الكهربائية. شفت بقى وانا برسم بسرعه عامله ازاي؟ خلاص بقى انا فهمتك في البدايه، لكن ده رسم بسرعه على طول بقى. ويقول لك ده قوته 5، ده قوته 3، ده قوته 2، 1، 6. عايز ق د ك بتساوي كام؟ يعني قوة الدفع الكهربائي بتساوي كام؟ باجي زي الشاطر كده يا ولاد ويمشي زي ما اخوك بيمشي. أول رقم تجيبه من على اليمين ده كام؟ تحط 5 زائد ده كام؟ تحط 3 زائد 2 و2. صح يبقوا كام؟ ده دماغكم اللي مربعه. تمام كده؟ لان قلت لك ده توازي. الاثنين ايه؟ الاثنين ايه؟ الاثنين ايه؟ يبقى ناخد كام؟ 2 واحده بس. فهقول زائد 2 زائد 1 زائد
وتحط بتساوي 8 10 11 17 فولت. صعبة؟ طب ناخد واحدة كمان يلا. لعبة جامدة اهي صح؟ تعال ناخد واحدة كمان. معايا كده يلا. نركز مع بعض. على فكرة أنا بعمل الكلام ده بإيدي، حضرتك بتعمله بالإيه؟ بالمسطرة زي الشاطر. معايا؟ 3 3 2 1 1 1. عايز قاف دال كاف، هتقول لي ايه؟ هتقول لي يا مستر زي الشاطر كده الاول. اجي ابص هنا الاقي في 2 توازي، واحد منهم 3 زائد 2 زائد 1 تساوي 6 فولت. مستر طريقة التوصيل التوالي والتوازي دي سهلة جدا، ايه العبط ده؟ ده تافه قوي. بس انا ملاحظ حاجة، ان مستحيل يكون التوازي ارقام مختلفة. بمعنى يعني ما ينفعش تيجي تقول لي ايه ده واحد ده اتنين ده تلاتة، لازم يبقوا نفس الرقم عشان اتعامل معاهم على انهم ايه؟ صح ولا ايه؟ انما فكرة التوالي حط رقم من دماغك زي ما تحب. الرقم اللي محطوط لك عادي انت كده كده ايه؟ بتجمعه. انما التوازي مستحيل تلاقيني حاطط لك رقمين مختلفين. ما ينفعش. انت لسه قايل ان بتعامل على انهم ايه؟ فلازم يكونوا ايه؟ نفس الرقم، نفس القوة. صح ولا ايه؟ تعال نعلي الليفل شوية. ازاي؟ مديك الرسمة وبيقول لك هات القوة. طب ما يديك كل حاجة ويقول لك ارسم انت. ازاي بقى؟ عاملة شبه الفزورة. يديك عدد الأعمدة، ويديك قوة كل عمود، ويديك القوة اللي هو عايزها تبقى كام، ويقول لك بما انك بقيت فاهم توالي وتوازي ارسم انت. تعال اديك مثال صغير. بص المسألة جاية ازاي. لديك 5 أعمدة كهربائية. 5 أعمدة ايه؟ كهربية. قوة العمود الواحد 2 فولت. ارسم دائرة بحيث تحصل على قاف دال كاف 6 فولت. بص بقى، مسألة جات لك بيقول لك الراجل انت بقيت شطور في التوالي والتوازي، فانا هديك عدد الأعمدة واديك قوة كل واحد فيهم واديك كمان القوة اللي انا عايزها في الاخر وارسم لي انت. بص بقى وصلي على النبي وتعلم من اخوك. ارسم ازاي؟ اول حاجة ولا خد دايما العمود، مش هما كام عمود؟ كام عمود؟ خد دايما اول عمود وحطه توالي بالمنظر ده كده اهو، كده موجب سالب. كده فاضل لي كام عمود؟ الله يبارك لك 4 عواميد. صح ولا ايه؟ وكده العمود ده قوته بكام؟ باتنين. صح كده؟ يبقى فاضل لي كام من الستة؟ كام؟ 4 صح؟ مش فاضل لي 6 فولت؟ مش هما 6؟ خدت 2 فاضل 4 صح؟ طب بقول لك على حاجة، حط كمان عمود توالي بالمنظر ده. فاضل لك كام عمود؟ ده 3. وكم قوة؟ 2. مش ده ب2 مش 6؟ يبقى تفضل 2 واحدة. صح ولا ايه؟ يبقى انا ازاي بقى فاضل لي 3 عواميد ويدوني قوة واحدة ب2، يبقى اوصلهم ايه؟ توازي. اوصلهم ايه؟ اوصلهم ايه؟ هي فزورة، لازم اخلص عدد الأعمدة على عدد اللي هو عايزه. يبقى اوصلهم ال3 بكام؟ توازي. بص كده بص كده، فرع في التاني في التالت. بص كده بص كده، 2 2 2. يلا بينا نجيب القوة. القوة هتبقى كام؟ بص كده،
ده بكام؟ ب2 واحد صح؟ زائد بكام؟ اللي هو عايزه صح ولا ايه؟ يبقى هو مديني كام عمود؟ ادي 1 2 3 4 5. عايز قوتهم تبقى كام؟ قوتهم تبقى كام؟ وقوة العمود الواحد كام؟ 2. يبقى لما اوصل 2 توالي ب 4 فولت صح كده؟ اتبقى لي كام فولت؟ وكام عمود؟ اقوم جاي موصل الثلاثة توازي اخدهم ب2 واحدة زائد الاثنين توالي تديك الستة. يبقى الرسمة 2 توالي 3 توازي. طب مستر ادينا واحدة كمان. بص كده، لديك 7 أعمدة، قوة العمود الواحد 3 فولت. ارسم بحيث تحصل على قوة دفعة كهربائية مقدارها 12 فولت. أعمل إيه؟ مستر رحيم قال لي حضرتك زي الشاطر تقوم جاي رايح ماسح الكلام ده كده اهوت، وقال لي خد أول عمود دايما وارسمه إيه؟ توالي بالمنظر ده كده. بكام؟ ب3. فاضل لك كام عمود؟ 6. كام عمود؟ وكام فولت؟ 9. صح ولا ايه؟ مش هم 12 كلهم؟ انا خدت واحد منهم ب3. اتفضل لي كام عمود؟ 6 وكام؟ 9. خد كمان واحد توالي ب3. فاضل لك كام عمود؟ 5 وكام فولت؟ 6. الناس اللي مركزه فاهمه. طب بقول لك على حاجه، خد كمان عمود 3. فاضل لك كام عمود؟ وكام فولت؟ صح، 4 عواميد وعايزهم يدوني 3 فولت. الاربعه توازي صح اهو. فرع في الثاني في الثالث في الرابع. نعم يا قلبي. ينفع ايه؟ يعني ايه يعملوا 4 دي؟ ينفع 1000 توازي. ينفع 1000 عمود توازي. ده بكام كله؟ 3 واحد زائد 3 زائد 3 12 فولت. صعبة؟ فيها مشكلة؟ يبقى فكرة سواء يديك دي وتجيب القوة أو يديك دي وترسم أنت، الاتنين تافهين. طب تعال ناخد واحدة كمان. بص كده، لديك 10 أعمدة، قوة العمود الواحد 2، عايز 16 فولت. مستر رحيم قال لي أول عمود خده توالي ب2. اتفضل لك كام عمود؟ 9 وكام فولت؟ 14. كمان واحد توالي كام عمود؟ 8 وكام فولت؟ 12. كمان عمود فاضل كام عمود؟ 7 وكام فولت؟ 10. كمان توالي كام عمود؟ 6 وكام فولت؟ 8. صح كده؟ طب كمان توالي كام عمود؟ 5 وكام فولت؟ كمان توالي كام عمود؟ 4 وكام فولت؟ 4. كمان عمود كام فولت؟ كام عمود؟ 3 وكام فولت؟ 2. ارسم الثلاثة توازي. صعبة؟ كام عمود هما؟ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كام فولت؟ 12. فخد 3 بكام؟ ب2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 جبت ال 12. ازاي يعني؟ طب هتجمعهم ازاي؟ ما قلت لك يا فزوره ال10 عواميد يخلصوا في اللي هو عايزه. فاهم حاجه؟ هي فزوره. ما ينفعش تقول لي بطل ضحك ولا ايه؟ ما ينفعش تقول لي 6 عواميد يا ابني، انا عايز 10 توصلهم ببعض وتجيب القوه اللي انا عايزها. طب ما انا فاهم توالي وتوازي. التوالي بجمعهم ورا بعضه، التوازي مهما كان عدد الاعمده بعملهم على انهم ايه؟ واحد. طب صلى على النبي. يحب يصعبها عليك، يقول لك ايه؟ عايزهم 16 فولت. ركز بالله عليك في الحته دي.
بطريقتين مختلفتين. كانت جايه في الامتحان من سنتين في محافظه الجيزه. مش نفس العواميد ولا العدد عشان مش فاكر الارقام صراحه، بس كان عايزها منه بايه؟ بطريقتين مختلفتين. اهي دي كده اسمها ايه؟ طريقه صعبه عايزين نعملها بطريقه تانية. ولا انت عبيط؟ يالا انت عبيط. بص كده، هو انا حاطط كام عمود هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 صح؟ طب انا ممكن اعمل حركه حلوه، اشيل عمودين من هنا واحطهم هنا عادي. بس ادي كده طريقه تانية عادي اهو. طب طريقه ثالثه، يا عم شيل عمود من هنا حطه هنا. رابعه شيل عمود من هنا حطه هنا. خمسه شيل عمود من هنا حطه هنا. طب انا عايزين نبدع ونطلع طريقه بره كل ده. ركز بقى، ركز، انا عايز اطلع بقى طريقه كمان مختلفه قوي بقى. بص بقى، بص بلا نشيله ونحطه بقى، نجرب. كم عمود هم؟ 10. فنبتدي. يا ست اللي يتكلم طلعيه. ما تبقوش عيال مقرفه بقى. خرا ده. ادي عمود، عمودين هما التوازي، وحط واحد توالي في واحد توالي، ادي كده 2 2 2 2 صح كده؟ صح ولا ايه؟ كم عمود دول؟ 4. طب خد كمان 2 توازي، 2 2 كم عمود دول؟ 6. بس 4 6 8 صح كده؟ طب حط انت واحد توالي، ها يبقى 10. واحد توالي 10، كده 2 كمان يعني يبقوا 12. واحد توالي ها يبقى كمان يبقوا 14. واحد توالي يبقوا 16. بص كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عملتهم ازاي؟ 2 توازي 2 توالي 2 توازي 4 توالي. فكرة مختلفة تماما عن دي.